لسه مخلص حلقة حلوة قوي، ماتش ريال مدريد وبنفيكا في الملحق. بس نسيت اقول حاجة خفيفة، ونسيت اقول حاجة مش خفيفة قوي. فينيسيوس جونيور، والله بكل بساطة الواد عمل اللي عليه. الصراحة انا شايف اللي هو عمل اللي عليه. ليه؟ لان والله طول الماتش ملعوب عليه بواحد واثنين وثلاثة واربعة، ملعوب عليه باكتر من لاعب، ملعوب عليه طول الماتش بلعيبة كتير قوي، ولعيبة بتضربه، لعيبة بتحاول تستخلص منه الكورة، اذا كان بالعنف، اذا كان بالضرب، اذا كان يا معلم باستخلاص عادي، اذا كان بتاكل، اذا كان بزحلقة، اذا كان باي حاجة انك تستخلص منه الكورة او انك تعطله. وفي الاخر الواد عمل اللي هو عايزه، عمل اللي هو عايزه وجاب جون. راح احتفل تاني عند الكورنر، تاني ورقص تاني، بس المرة دي ما خدش انذار. ليه؟ لان والله المرة اللي فاتت خد انذار. هو ظلم شويتين تلاتة بس ما اتكلمناش عليها، لاجل ان هو فينيسيوس جونيور مش اكتر. فينيسيوس جونيور عمل ماتش حلو، فينيسيوس جونيور عمل الماتش اللي فات حلو، فينيسيوس جونيور كان ممتاز والله بقاله ماتشين، وفينيسيوس جونيور بيعمل اللي عليه بقاله ماتشين، وخصوصا في عدم وجود امبابي. بشوف ان طول ما امبابي موجود في الملعب، فينيسيوس بيبقى اقل واحد موجود في الملعب، اقل واحد ممكن تركز عليه، اقل واحد موجود في ال 11 الموجودين في الفريق من ال 22 الموجودين في الملعب. فينيسيوس جونيور طول ما معاه نجم تاني واخد منه السوكسي، فلا يا معلم والله مش هتلاقيه. فوالله مبابي فينيسيوس الاتنين في الملعب ما ينفعش خالص، لازم واحد منهم يبقى بره، لازم واحد منهم ميبقاش موجود عشان التاني يفوق. وخصوصا ان فينيسيوس جونيور اظهر ده قوي الفتره الاخيره، اظهر ده قوي ومبابي مش موجود، اظهر ده قوي ان هو بيعرف عادي يشيل فريق لوحده، مش محتاج يكون معاه نجم تاني، بس يكون هو في المود، يكون هو يعني السبوت عليه، يكون هو فايق بس. ودي خاصيه اللاعب البرازيلي اللي انا ما بحبهاش الصراحه.